نبنوا من الملاحة حجر اسمه الجرجيف. اي بيت سيوي مبني بنظام العوامل البيئيه، النظام البيئي، الكرشيف والطين، ايوه هو الخرشيف ده، هو ده بالملح من الملاحة، كنا نجيبوه من الملاحة زمان. والسقف لا النخل بصينا على الكرشيف. بعد ما تبني حجر الجرجيف ده ملح، هو اصلا يجي من الملاحة، يجي الحجر ده صب في بعضه، بصينا على الكرشيف، ملح وطين بيكون صخر. قالب كده بالخشب نعمله، ونعمل طوب، ونعمل القالب كده زي القالب الطوب الاحمر، ملائم مع الجو في الصيف او في الشتاء. كانك مشغل دفايه. في الشتاء بيبقى دافي وفي الصيف بيبقى بارد، وفي الصيف بيبقى عازل اشعه الشمس. تكييف رباني. النخله بقى بتتشق نصين، نجيب المجاريد نروحوا سلخينه، نعمله عواد اللي هو العروق دي، بتبقى سقف لاي بيت. كده نقعد فوق كده ونقعد نحبك بالثلاث انفار كده مثلا، يقعد واحد ونمده خيط كده ونغزله. وفي نفس الوقت النخله مفيش حاجه فيها بتستريم الارض. نجيبوا الجريد بتاع النخله ده برضو، ورق جريد النخل بتعمل حصير، تليه في النخل بتعمل هبال. بعد كده تروح جايه بالزعف اللي انت شلته اللي هو من مطلعه من الجريد، الباب دوت من فلاق النخل والشباك من فلاق النخل. تروح فرشه فوق، تروح بعد كده تعمل مونه برضو من نفس البيئه، مقفل منتج، حاطط منتج فوق الزعف بتاعه اللي اسمه الزعف ده اللي هو الجريد ده. زي العتب بقى تتحمل التول بأفرع الزيتون، ده مهما حطيت فوق منه بيتحمل التول زي العتب الخرسانيه بالظبط. وبعد كده تنزل تبتدي تمحر برضه بالطفله، بعد كده تعمل اسمنت ما كانش فيه سيراميك، بعد كده البلاط، وبعد كده البلاط جه السيراميك والتحدي. اي بيت مبني بنظام دوت بيبقى في الشتاء دافي وفي الصيف بارد. بص الجو هنا بقى، بسم الله. ايه ده؟ مفيش مروحه ولا تكييف، تلاقي الجو رطب وحلو. كانت عيشه الواحات بقى كده، بيت بيئي ويعيشوا فيه، ممكن يعيشوا فيه بالعشر انفار والثمان انفار، لان بتوع زمان كانوا يخلفوا بالثمانيه والعشره.